هذا الاخ او هذا الطفل الزملكاوي هنشوف هيعمل ايه. رجاله بالتوفيق وان شاء الله رجاله نكسب. البالونه دوس على البالونه. رساله اخيره، انت يا حبيبي لما بتعمل كده انت ما بتقلش من زيزو ولا زودت زيزو ولا عملت اي حاجة مع زيزو. زيزو مش جعان، زيزو اكتر واحد طلع شبعان من القصة دي. راح نادي جماهيري، راح لعب كاس عالم للاندية، خد فلوس، هياخد بطولات، هياخد شعبية وهيلاقي ملايين كتير جدا تشجعه. انما انت هنت نفسك وهنت رموز نادي الزمالك وهنت نادي الزمالك وهنت كمان التيشيرت الابيض ابو خطين حمر اللي فيه ملايين كتير جدا من نادي الزمالك بتحبه. انت لما تدوس على تيشيرت نادي الزمالك برجلك انت كده بتهين نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك وبتهين نفسك كل حاجه. فراجع نفسك انت كده. التيشيرت اللوجو بتاع نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك ده كبير جدا يا جماعه. لازم نعرف الجيل اللي طالع ان الكوره رياضه واخلاق مش تعصب. انا ما اطلعش ادوس على التيشيرت بتاع النادي الاهلي عشان خاطر اقول واحد سابني ومشي. انت غبي يا ابني، انت محتاج تتعالج يا صديقي وانت لسه صغير. هرد عليك واقول لك ايه، بس الفيديو شفته حرق دمي. تتخيل بقى لو انت زملكاوي وعملت كده في تيشيرت الاهلي، يعني برضو اخلاقيا مرفوض تماما ولكن برضو ممنوع. انما انت زملكاوي بتدوس على شيرت نادي الزمالك برجليك والمصور ده فرحان ومبسوط ومش عارف ان انت بتعمله ده غلط. هو الراجل خد الفيديو ووصل لترند وخد الشهرة المشاهدات اللي هو عايزها، وانما انت طلعت بصورة وحشة وهنت نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك يا زملكاوي.